السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل المنتخب الوطني تدريباته على ملعب الشعب الدولي ضمن معسكرات الداخلية في بغداد، وذلك تحضيرا لمواجهتي المكسيك والإكوادور. تدريبات اليوم شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء حسن عبد الكريم وأحمد شاكر اللذان خضعان لفحص طبي، حيث تدرب حسن عبد الكريم بشكل خفيف، بينما ستشخص حالة الحارس أحمد شاكر حسب نتيجة فحص الرنين الذي سيجري يوم غد. عاود اللاعب علاء عباس التدريب بشكل طبي مع زملائه بعد تعرضه بكدمة يوم أمس.